معبد كلابشة يعد من أهم المعابد النوبية التي تعود للعصر الروماني في مصر، وقد شيد في عهد الإمبراطور أوغسطوس في القرن الأول قبل الميلاد فوق بقايا معبد أقدم من العصر البطلمي. كرس المعبد للإله النوبي مرول، إله الخصوبة والمياه، وتظهر على جدرانه نقوش تجمع بين الفن المصري القديم والطابع الروماني، مما يعكس مرحلة التداخل الثقافي بين مصر والنوبة وروما. يتميز المعبد ببوابته الضخمة التي تعد من أكبر البوابات في معابد النوبة، ويفضي منها الداخل إلى فناء واسع تحيط به جدران مزخرفة بمناظر للملوك وهم يقدمون القرابين للمعبودات. وتوجد داخل المعبد قاعة أعمدة تحمل نقوشاً دقيقة تظهر الإمبراطور الروماني في هيئة فرعونية وهو يقدم الطقوس الدينية كما كان يفعل ملوك مصر القدماء. ويحتوي المعبد أيضاً على نصوص ديموطيقية ويونانية محفورة على جدرانه، تعد من آخر الشواهد الكتابية التي تعود للعصور المتأخرة في تاريخ مصر. بعد بناء السد العالي، واجه المعبد خطر الغرق تحت مياه بحيرة الناصر، فتم تفكيكه بعناية شديدة إلى آلاف الكتل الحجرية ونقله إلى موقعه الجديد في واحدة من أكبر عمليات إنقاذ الآثار في القرن العشرين. وبفضل هذه الجهود نجا المعبد من الضياع، وأصبح شاهداً حياً على الحضارة النوبية وروعة عمارتها، وعلى العلاقة التاريخية العميقة بين النوبة ومصر عبر العصور.